مهر المثل خفلاف مهري سلا دلان أكسي دافلتو سن خفلاف بكا إيه مهري سيداسون أما كجنون يصير وانا وليا خاص قبض وليا عامي ملي وليا عامي قادينا وليا خاص أنا أنتي زيتي أنا أنتي قبض ولي قادين يو بكولي ننجر أن نتساكن يجو مرحبا. وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل هنوكسي ذكر دبة أنيون نوى خبر سهل جيمي سهل درس أنيوتي هنوكسي أمرمت مكحول مكحول كن دبة نهوي خبر سهل لفظا ومعنى قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بودان تاني وهو من اجتهاده اجتهاد ساعة مالي وننبي بلا توك من تقول بينا قرآن مالين تو جتشو دي مني دوبا كجنون اجتهاد مو مكحولي جتشو آيا باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات في من تزوج أنا مفروض في بابا ولم يسمي صداقا مهري خمقان دوين حتى مات أحمد واتخا نيجا مهرين عين التسهود أو خن التسنتا زمي التزمية تسكا بودان سي خن التسنتا يجو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امراه فمات عنها. قربات كورا وديسي انتلفوا دي مرادوي ولم يدخل بها وجنس عروسة سن ولم يفرض لها الصداق ماري سلا كوينه في أمن جنة فقال لها الصداق كاملا ماري قو تركتي الرادو اميري خيان امني تقوي جارتي انتلفوا دي ادوت ندامي الرادو جارسان رادو ماري قو ترفضت امو ادو جرو يوتي دامو باتي خنقا هي خفاتاتي شطر المحلو جانو قوس بكلامات دافونا دونان امو جميع سيدات طفايي وعليها العدة ولها الميراث خنمو جنبولين سني إدان نقابدي جيتشو دامو تعبدي جاني ولها الميراث جارسان رادو امان نمالالت انتلما ورساني جرتو تانيكا قابدو يا خيانا ميچيو دوي جارسان رادو يوم جاننا آيات والذين يتوفون منكم جوك قبتي أما الناس نما دالتي وان سلا جارتين دالتو سمونرا أقسم أما سمالي إدان نما لقاوتي إدان سلا لبرات الرحيميمي الرحيم الجنين تعبدي جنين أقسم تاوسني ربي قبر ما جنين آية. وقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واش كيستي أكانوا ما في ردي قد جيتشو أما قو طلاق على وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وأنا جايبة يوم إدو جنقل له خن إدان قبضوا الرمي رمو قفتي يوم مودي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجني إدا لك فوت ملنتات أيي. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله وساق حديث أو في دبة عثمان كني مثله جتشو مثله ناد سادابر ساقينين أي مثل ما تقدم وانسي دبر من حديث مسروق وساق عثمان مثل ما ساق مسروق في الحديث المتقدم أي مسروقين الراقب مسروق سند دبرتين الراقب عبد الله الراقب عبد الله وين الراقب كسلا أما وساق جنان وساق
أيون عثمان فاعل عثماني مي عثمان أوفي مثل ما تقدم أوفي من حديث مسروق إنجيجو حديث مسروق أوفي بود القمر رفوع ناقص هذا يعني كزيمي عثمان ساقو ديخا وراوي الحديث أعلم منا يعني إن لراوي الحديث إمعان النظرية وأنه تنبين بخن حديث نما والفقاتوها سلاما تتاتي كم قونا القما هو قوتا أكاكا زنقوني خفائل هنا وملسي وساق عثمان يامري هايا وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاف وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل ندفع من قرباتك كيف تدفع من قربات فدان بهذا الخبر نحوه أو مثله يتابع عبد الله بن عتبة بن مسعود كني عبد الله بن مسعود راها أوديسم مثلي أنيو مثلي القمان كن عبد الله الراقبالا ذكر دبة عبد الله بن عتبة بن مسعود كني عبد الله بن مسعود را دبته مثل ما ذكر علقمة عن عبد الله متابعا تام قصير قال فاختلفوا إليه شهرا باتي تكتي تدباني بر أو قال مرة هدو تدبان برتوف قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها إن لها إن تلو قاجر سر راديو سني مهري جرابر مهري كلا كسي لا وقص لا وقص ولا شطط لا وقص زيادة ولا شطط إرمنا خنين قمن جيتشو وإن لها الميراث وعليها العدة إذا نلقى قوة تجارسان الراديو يتتين الالتيبر فإن يك صوابا فمن الله يو دبين كن يا قتي رب من راهي جابر عبد الله يكون وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان يو دو ونقرت يعني ما في شيطان الراهي أمتو ربي تنير كتن والله ورسوله بريئان منها إراق الكل إبر فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان أمة تقو كبر أشجع إساني جرابنو جراينيس وجي جرابر وأبو سنانيس كان وجي فقالوا يا ابن مسعود ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واوين قبوقا ونحن نجو نحن مهاجون نحن نشهد رقبان رسولين قضاها فينا في بروع بنت واشق قضاها فينا نخيست في بروع بنت واشق كيستي انتلو قاتل بكرا تجار سر رادوه ايقا ادالك وجونا وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت أكما تفردي قوتي خانا كما قضيت نتشر الرابر تدبر أنا رسول الله إن قضاها فينا في بروا بنت واشق إن كما قضيت عبر فرد ما كفردي خيتي هايا قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا جبدو حين وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فردين سافردي رسول الله قطمنا نيقم مدي يجوبر قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأسبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رسول قرباتو كون جين جرجرين كنو كلين سرسخن نجراني آية أترضى أن أزوجك فلانة أبلون سفوت سافورو فيتا قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا أبلو بن سخن نجالتا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه أكسكون نول فوس سيارة لمان فدخل بها الرجل قرباني سيوجبوا لي ولم يفرض لها صداقا ماري لك كويني فمنا تقبل جنين ولم يعطها شيئا وهذا كان كنيني في سمتي مالي
وكان ممن شهد الحديبية أمو إني ورق أبصر هديبية لولا هديبية لك الرأي وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر أمو نمني لولا هديبية لولا قودك أباه خيبر الرأي فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة أبلو ناهن ولم أفرد لها صداقا مارين لك كوي نيفي ولم أعطها شيئا واتكن كن نيفي وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها ماري سير راهن نيفي سهمي بخيبر قودك يخنين كيبري أبو فأخذت سهما فلت قودتك فلت فباعته ب100,000 كوبا دبتو غرغرت جيتشو نكان عيني هولو تدني تا زمت تدني تا جيتشو هاي قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ديمو وحديثه أتم في أول الحديث أول حديثات تيدي يا جب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره على مهري لا فاوان مقربان دمني جيتشو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل قربان أمان جيس زوجتك سنقا ما قول القولين قال ريح كتي دبرها مال جي سيخن خجيخا ثم ساق معناه بديم هايا ثم ساق أوف أمرون كنكا وزاد أمر ينمي أمر ينكني أوف مال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا حديث نكوني ولما متني لأن الأمر على غير هذا أمرنا ككنا تين الرجرا جتشونكا أمرنا كمجن أمر أوديسي خنامي أكيد سلاجر ريماني خير النكاح يسرون كن قبا يجودي ما بر باب في خطبة النكاح خطبة في خطبة النكاح بر باب في خطبة النكاح خطبة نكاح تقرأني في أبو آية وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح خطبة حاجة جوجو حاجة منيس خطبة نكراني ميري آية وغيره أقوي خطبة براتي ذمس قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى واحد معنى توقو بابر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوث وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة خطبة حاجة توقو حاجة بو ديمني نكافة لقاجاني أن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا حمد لبور راهي من يهد الله فلا من يهده الله بر نمن ربي قجل شوف ليه قجل شهي مضل له جلسان قبوبر ومن يضلل فلا هادي له اين يوا قجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جبر لم يقل محمد بن سليمان إن الحمد لله إن الحمد لله سننجنيك لفظيس وبه قال حدثنا محمد بن بشر ولكن قبل النخاء قراني إنخاء قراني ثم قران لكن كنت واردة نكابو سني ثم الحمد لله يعني وقت نمي شاركك أبوني سنجرة مالي في قجيلة كده غسنتو عقبته وبه
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد إذا تشهد قوني فيه خطبة قروا قال خطبة دبرت سنبانا إذا تشهد قو خطبة قروا مالجا إن الحمد لله نحمده سنجا ذكرنا وهو جرجر ذكر دبته نهوه نهوي حديث دبره أين دبته أبي إياد كان أبي إياد شيخ نسا عبد الله المسعود كثير من مثل أينو أبي الأهواسي في وأبي أبيد داجت يدعو للرماطو في بر وقال بعد قوله ورسول وقال جاء أخي وقال وقال بعد قوله ورسوله إيجا بودا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أرسله رسول بانابر أمرت من يطيع الله ورسوله فقد رشد قاتل ومن يعصيهما فإنه يعصي جينا ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه نمن ربي خلى في فما بيدي خايف بوا قد ملي ما وانا ما قد ولا يضر الله شيئا ربي واتكن قد ونمن أمتو دلقي ربي الدلاوي فما قد آية وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أبي أخي شعيب بن الرازي عن العلاء ابن أخي شعيب بن الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم خنرا قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول إبراهيم خطبت إلى النبي نبي إبراهيم برباد فولا أمامة بنت عبد المطلب تنجمت فأنكحني من غير أن يتشهد نكما قولي خطبان سنة جيتشوبا نبي نكسي كان أبان أوني وليا خاصين قبضها نبي دانيا قدها دوبه قادين قدانسا باب في تزويج الصغار انت لو تتقوني كاقلونوني تا ايني تا جيتشو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو حدثنا يوجان قاري حدثنا يوجان الحمد لله مسلاتا هايا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم نخن نبين وأنا بنت تزوجني عائشة جامي نفود نبي وأنا بنت 7 أنا أنت لامت تربة وكيل جاها قال سليمان أو 6 ونشك كبا ودخل بي أقصد دوبنا تدعمي وأنا بنت 9 أما السجلي يجون نبيا لا لما هوا بياتي في بيع بيا أما الألم بيا رما أما سجلته خلنا تاتي ورقوا للشلة تاتي بكبيرات تات موت تكشوا هايا باب في المقام عند البكر بكرا برانوس عمم تكتا جتشو في بابا وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بر لما تزوج أم سلمة فونان قفود أقام عندها 3 سديب ربو ليبر ثم قال ليس بك على أهلك هوان أكنيت ليس الاقتصار على 3 هوان بك على أهلك سدي أروسة سبرتاؤون ستك كيف تغيى فيمي شرماء كسي ليس الاقتصار على 3 على أهلك هوان بك سدي سبر بولون ستك كيف تغيامي إن شئت سبعت لك يوفي تربان سيقوتا خنين قدا باسو وإن سبعت لك سبعت لنساء سي تربان قنان تاني في تربان نمان قوتا سيبارو سنسي سدي بكرات أنا نمو أيام توكو يجي تربة مرحبا وبه قال حدثنا مال جتا إيه سدين يو سدي سي بربولي إيه سدين قدان قبان
هولي أكما فدا وفقاسا تربة ماني ولينجا. وبه قال حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيته لما أخذ صفية قفود بوجي لانجت وكيل لما تزوج جابر لما تزوج رسول صفية فونان أقام عندها ثلاثة سديب ربو ليبر زاد عثمان وكانت ثيبا هونو سنار ملال جيتشو. وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس هيك وقال النجي اينيو جاري عثمان مهنابر حدثني هشيم قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم واسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا. إسا هاسكان بنا وربنا قبن تلا دبراتك يوفو أقام عندها سبعا تربة برا بلو قبا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا سدي برا تاو قبا. ولو قلت انه رفعه لصدق ولو قلت ادون جيجا اينيون درسيكي انسكنكا ولو قلت ابي كلابا جابر ادون جي انه انس كن حديث مرفوع قول ادون جي لصدقت لا صدق ايه لصدقت نمان بقوما جتشو. اذا قال الراوي قاتل من السنة أوجي أن للحديث له حكم الرفع يجود حديث هذا قاتل أنا سي مرفوع قد دونجي بنين كجبا ولكنه قال السنة كذلك السنة كذلك خران بيتي أكسما سيبان صديق أبدي ما بكران أمو أيام تربة قبدي جيتشوائي. باب في الرجل يدخل بامرأته غاية قبل أن ينقدها شيئا في الرجل قربه موديمة يدخل بامرأته انت لو ساك إدامها قبل أن ينقدها شيء عمر ينقدها نجو قبل أن ينقدها شيئا إدو واتا كلا كوينة إدو واتا كتن كنينها. وبه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رسول قفود قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك جين أبو تغنيها قال ما عندي شيء ما لنا الكاقبو من قبوبر قال أين درعك الحطمية قميصني خان كي حطمية سنة سجرة جيشلا قميصني خان كي مو خبيه حطماتي في الدسن جيشو. حطمة قرية معلومة باليمن ميهو ايه مهاري سنو مخاني خاهم برطان سنو عقور قرأتو. وبه قال حدثنا كثير بن عبيد أمو قا تجيب الخاطر ما طول شوفي إدون كان نبيو الرقود أتيس عبود ما خناف درا خني في جينا كانت تنتاتو نتاتي خاطر مسي طول شوفي جي هايا ولديث صحيح مو صحيح نتحنك ايه خنكا ولا ما انت يعينني هو دو هم خنا فدوها وهم بود خنا في التدن متى او انا ريام يجوري. وبه قال حدثنا كثير بن عبيد الحمزي قال حدثنا ابو حيوة عن شعيب يعني من ابي حمزة قال حدثني غيلان بن انس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالي ان عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل بها تدامو فدي فمنعه رسول الله انت تجيني حتى يعطيها شيئا هاتي قاتل لي واخني تملي فقال يا رسول الله ليس لي شيء وما كان قبوبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك كم سخيخ قبصوصا وخنيفي فأعطاها درعه خنيفي ثم دخل بها تطيبا لخاطرها جتشو انتو جتشو الان ايه صحيح ايه ريفوس كانوا مابر ريفوس كانوا مخايه
إيه سنو خنو ما الريف سنوها قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول آتيها شيئا جتشونوها خني بدوتني دمني ما قال ما عندي شيء قبو قال إن ديرو قالوا طما سنو ما هني جتشو ولما نو حديثني وليم غرغارا حسن لغيري جاو جان خيا هنا كجوبر صحيح لغيره جايبر أبي داود كان صحاح ننجروبر هنجو خيزن الله صحيح لغيره يجتو صحيح لغيره يجتو حديث ضعيفة نو الدمات يجتو غياب بليسو حديثني ضعيف نو الدمات مال جامع حسن لغيره جامع حسن من كو يو الدمات صحيح طول دبرها هجان نقول من يجتو ضعيف من جينا آية ومن قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله عن إكرمة يرى عن ابن عباس مثله إكرمان كن عبد الله الراقباته مثلي محمد بن عبد الرحمن بن صوبان إيه إكرمان أن يراقب عبد الله بن عباس آية إيه متابعة هي ناقصان قد إيتي إكرمان المعباسين نبي قال هايا محمد بن عبد الرحمن بن صوبان كنيس الرجل من الصحابة حنان نبي قال والدرجات كجرى لا إيه كسلا وبه قال حدثنا محمد بن السباح البزار قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة نعم قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها انت لونا مچرن قيسو قبل أن يعطيها شيئا هنو وعلبو ستبه خناف نخاقو تجرامي من مول نغني بجيجكو قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة هذه هنا طول لم يسمع من عائشة مرسل جيجود وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق نكيات جته أيما امرأة نكيات كان قدمت على صداق معلوم مهري نمو بيخرجته أو هباء عطية زائدة على المهري خنا مهري رتر فير تنكا قدمت أو عدة مامي تكاو بلا مر النكا قدمت قبل اسمة النكاح ظرفين كن هنداب دي ملا بلا منيس خنان ترفي سنيس مهرين سنيس ادوني كان قرين اندرت حديث بلوغ المرام نفسه فهو لها خسيداتي جتشونك خسيداتي حكمي مهري دات كبا خنا لا مهري رتفيمي تقاهو وين كنا في بلميمي تقاهو مهر معلوم وخنيمي دوتوس كانوا مسيتي جراتوس كانوا مسيتي ادو جنبول ليو ديميز بكلمات دافولا تنجيشو حكمي صح وما كان بعد عصمة النكاح وما كان هورين تيمو ايغاني كان قرامي بودا ونيته فهو لمن أعطيه انما خنمي في هدية ديبون حرامي يجو ديرو ننجرتو يجو ديما ملا وني قبل نكاحان درا كنن فدي قدري مهريتا فدي مهري رترفيتا فدي بلمتا خنم يسيداتي اسمان ملت قبا ايغا وليد اميوتا تجميع فرتي نمو ادوت ندامين اندر يو غرغر يان شتر المارو بكلام قدما امو هورين كان نمو بعد مالي بعد اسمة النكاح فهو لمناتي يوتيه هدية له قل أبليسا خنو أبانا خنوها ونخنسون هدية يغرغر يعني تديبون دندو جتشوايا وأحق ما أكرم عليه الرجل الرجبان ونقربان الركب جمو ابنته أو أخته انت لنا ما خني وافلتو أبليتنا ما خني هدية وافلتو قبر جتشو ميبيق هدية جتشو كنو ولا ملالي اسنادو حسن إلى كنو أمو إيه
سنما مانها إن أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته الرجبا وني المنا ما ركب جمو انت لخني وهدية فلاتو وبليتي خني هدية فلاتو جبرا ميمير جبر جاتو مقابلة سيخا سيخنو روان كان أنا خنين دوركا هايا باب ما يقال للمتزوج نمي تفود مالتو جاما وانجا مدعاء وان ساقول أنيني في بابا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان المنامات يقودوا آي قدو إذا تزوج فودي يتفودي يقودوا آي قدو جيشو قال نجا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير سرب سيا بركي بركة سيا خنو خيري جيشو يسير في سرت وجمع بينكما في شيء من الخير الرا من الدين الرا والرزق الرا والأولاد الرا آميغا أكنا هنا دعائنا روسا في الرجل باب في الرجل